السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيك النايت في الخلاط باتنين بيضة بس يا جماعة. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا كلنا اتربينا على كيكة النايت دي. طبعا بقى تقدري تجهزيها للولاد بقى في اللانش بوكس وهم رايحين المدرسة، هتعجبهم جدا جدا. شايفين يا جماعة شكل الكيك بتاعنا عامل ازاي؟ قد ايه هش اسفنجي وطري، حلو جدا جدا. وقبل ما ندخل على الطريقة، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله، نصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة جاهز المواد الجافة بتاعتي، وهي عبارة عن كوبايتين من الدقيق، وطبعا لازم ننخل الدقيق كويس بالشكل ده كده يا جماعة. معايا كمان كيس من البيكنج باودر، هحط كمان معلقتين من الكاستر. طبعا لو ما عندكيش كاستر هتحطي نشا، مفيش اي مشكلة. هحط كمان رشة الملح. هبدأ بقى اقلب الدقيق والبيكنج باودر ومعلقتين الكاستر ورشة الملح كده. خلاص المواد الجافة بقت جاهزة عندي. بعد كده بقى هجيب الخلاط، هبدأ انزل فيه باتنين بيضة درجة حرارة المطبخ، كيس من الفانيليا، عندي كمان كوباية من السكر، عندي كمان هنا نص كوباية من الزيت، وعندي كوباية لبن. هنزل بنصها دلوقتي وهسيب نصها على جنب، هقولك هنعمل بيه ايه. معايا كمان هنا نص عصرة ليمونة. وقد ايه بقى نص عصرة الليمونة دي بتفرق في لون الكيك وبيخلولك حلو جدا. هضرب بقى المكونات دي كلها كده في الخلاط حوالي بس دقيقة كده، وبعد كده اصبهم بقى على الدقيق اللي نخلناه بالشكل ده كده اهو يا جماعة. هبدأ بقى اخلط. طبعا وانت بتخلطي الكيك لازم بيكون كده في اتجاه واحد بالشكل ده كده يا جماعة. هخلط بقى لحد ما الدقيق كله كده يختفي عندي بالشكل ده كده، وما يبقاش فيه اي تكتلات. طبعا القوام لسه تقيل بالشكل ده كده. بعد كده بقى معايا هنا نص كوبايه اللبن اللي كنا حشناها على جنب. طبعا سخنتها جدا ونزلت بيها على الكيك بتاعنا بالشكل ده كده يا جماعه، وهديها بقى تقليبه كده. وكده يكون الكيك بتاعنا القوام بتاعه كده بقى جاهز عندنا. شايفين كده قوام الكيك بتاعنا. هبدأ بقى اخد منه بس معلقتين كده، وهحط لهم بقى معلقه من الكاكاو الخام. وممكن كمان تحطي بقى يعني معلقه لبن، وتضربي بقى بالشكل ده كده يا جماعه لحد ما يبقى عندنا يعني كيك شوكولاته بالشكل ده، عشان ده بقى اللي هنزين بيه كيك النايت بتاعنا. تضربيه بقى كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. جبت بقى الصاج بتاعنا، دهنته كده. حطيت فيه الاول ورقه زبده ودهنته دهن الزيت. وبعد كده بقى هنزل بخليط الكيك اللي عملناه بالشكل ده كده اهو يا جماعه. وطبعا في الوقت ده بكون مشغله الفرن، بتدخل على درجه حراره 180. بشغل من تحت بس في الرف الاوسط. قعدت حوالي يعني ممكن 12 دقيقه لربع ساعه، طبعا على حسب الفرن بتاعك. بجيب بقى الكيك الشوكولاته اللي حطيناه في الاول، حطيته بقى في كيس بالشكل ده كده يا جماعه، كيس حلواني او كيس تلاجة. وهبدا بقى اعمل منه خطوط. بس المفروض كنت انا نخلت معلقه الكاكاو الاول قبل ما احطها، علشان بيبقى فيها برضو تكتلات ما بتتضربش كويس. هعمل بقى خطوط كلها كده بالشكل ده كده، او زي ما بقولك كان بيبقى فيه كده تكتلات في الكاكاو، المفروض كنت نخلتها. فانت بقى لما تيجي تعمليه انخلي معلقه الكاكاو، ما تحطهاش كده. او شايفين كل ما باجي امشي كده خط بالتكتلات بتاعه الكاكاو كده بتزهقني. وبعد كده هعمل كمان خط كده رايح جاي كده بالشكل ده كده يا جماعه، علشان بقى تدينا الخطوط بتاعه النايتي اللي احنا متعودين عليها.
زي ما بقولك بكون بقى مشغله الفرن على درجه حراره 180. هدخلها بقى في الرف الاوسط زي ما بقولك من 12 ل 15 دقيقه. واول ما بتخرج بالشكل ده كده اهو يا جماعه، شايفين شكلها ما شاء الله كانت طريه جدا، عامله زي الاسفنج بالظبط. هسيبها بس كده لحد ما تبرد شويه علشان طبعا اعرف بقى اشتغل فيها. هخرجها بقى من الصاج وهتخرج بقى معاكي بكل سهولة طبعا، علشان احنا حاطين ورق زبدة في الصاج، فهتطلع معاكي بسهولة. اهو يا جماعة شايفين الكيك بتاعنا عامل ازاي. هبدأ بقى اشيل الاطراف بالشكل ده كده علشان بقى اسويها. شايفين بقى الاطراف اللي بنشيلها دي قد ايه طرية. هشيل بقى كل الاربع جهات كده بتاعتها عشان ابدأ اسويها بقى يا جماعة بالشكل ده كده. وطبعا الاطراف دي ما بتترميش ولا حاجه، يعني زمان وراكي بقى اولادك قاعدين ياكلوها يعني. خلاص بقى هسويها كلها كده بنفس الطريقه. وطبعا بقى لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك، يا ريت تعملي لي لايك علشان هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يتشاف. كده خلاص انا سويت الحروف بتاعتها كلها بالشكل ده كده. ببدأ بقى يا جماعة اجيب كده المسطرة وابدأ بقى اقيسها علشان اطلعها كلها كده تكون قد بعض. طبعا انت لو بالنظر تقدري بقى تعمليها كده مفيش اي مشكلة، بس علشان بس اطلعها مظبوطة جبت المسطرة وقستها. بعد كده بقى هقسمها بالنص او بالشكل ده كده. خلاص كده قسمتها بقى بالنص اهو. باخد بقى اول نص كده بشيله اهو يا جماعة. شايفين التسوية بتاعت الكيك. بجيب بقى طبعا مربى فراولة، طبعا هي المعتادة اللي احنا اتعودنا عليها في كيكة النايت بتاعتنا، هي طبعا بتكون حشوة مربى الفراولة. انت حابة برضو تغيري في الحشوة بتاعتها براحتك خالص. ممكن تحطي حشوة شوكولاتة، ممكن لو ما عندكش مربى فراولة وعندك مربى تين برضو براحتك، المتاح عندك اشتغلي بيه. هبدأ بقى اوزع كده المربى يا جماعة على النص الاولاني بالشكل ده كده. هاخد بقى النص التاني احطه كده فوق النص الاولاني اهو بالشكل ده كده، وهبدأ بس اسويه بقى وهبدأ بقى بقطعه الاول كده من النص بالشكل ده كده، وبعد كده بقطعه بقى لقطع تكون متساوية. شايفين انا عملته 10 قطع وكانت القطعة كبيرة جدا، لكن انت ممكن لو صغرتيها شوية هتعمليها 12 قطعة. شايفين يعني ما شاء الله القطعة كانت كبيرة ما هياش صغيرة. هوريك برضو القطعة بتاعتنا عاملة ازاي. شايفين يا جماعة قد ايه التسوية بتاعت الكيك حلوة. هبدأ بقى اقدمه معاكم. طبعا بقى تقدري تحطي بقى للولاد في اللانش بوكس طبعا وهم رايحين المدرسة، احلى وانضف واحسن 100 مرة من اللي بتشتريها لهم من بره. تقدري بقى تعملها لهم وتديها لهم بقى الصبح كده، ممكن كمان يفطروا بيها الصبح قبل ما ينزلوا بالشكل ده كده يا جماعة. شايفين ما شاء الله كانت حلوة جدا ازاي. وطبعا لو الوصفة عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.